اوصف لي اللحظة اللي حسيت فيها إن أنت محتاج تغيّر وقررت تبدأ معانا. انا جيت في الفتره اللي فاتت قبل ما انتبه للخصوص السنه دي كان عندي ضغطه كده 6 7 شهور، وكان جالي قبلها بالظبط كتفي ده وجعني جدا، فقررت ان انا اطنش الجيم. هقول ان انا عندي اصابه عشان ما انزلش الجيم كل يوم بتحكي بحاجه. بس جيت في مره كده اللحظه دي باجي ببص نمسك المرايه الصبح، قلت على الله التزمنا مع بعضينا التزام حلو، يعني عملنا بروجرس حلو جدا جدا الفتره ديت. التغيير اللي كان حاصل، انا واحد جاي من 100 كنت حاجه و40% بادي فات مثلا، نزلت ال 8 كنت تحكي لي على العادات الإيجابية اللي اكتسبتها وفرقت معاك؟ اتعودت على الكارديو جدا. حتى اليوم اللي انا بركز فيه بقيت انزل اتمشى عشان خاطر حاسس ان انا نبض قلبي اتحسن، تنفسي اتحسن، فبقيت حاسس ان ده ساعدني في حياتي كلها. إيه أكتر تفصيلة الteam ركّز معاك فيها حاسس إن هي فرقت معاك؟ دي ساعدني في حاجات كتير جدا. اول حاجه ان هو قدروا ادجست البروجرام بتاع التمرين بتاعي على حسب يومي بالظبط. ده البروجرام بتاعي كان سهل ان انا اعمله، ما ينفعش معايا وقت. لما كنت بطلب تغيير في اي حاجه كانوا هم فليكسبل جدا معايا، فده كان مريحني. التعامل على الأبلكيشن كان سهل والّا صعب بالنسبة لك؟ التريكل ده سهل، وبالنسبه لي بيحسسني ان انت فيزيكلي موجود. لما يكون في تمرين انا مش يعني قريت التايتل بتاعه مش فاهمه، هفتح اشوف الفيديو بتاعه، والباقي كده كده انا باخده من البروجرام بعمله على طول اول مره فخلصت. هل النتيجة اللي وصلنا ليها مرضية بالنسبة لك؟ بالنسبه لي جدا. افتر اول انا هيلث وايز بالنسبه لي احسن حاجه. يعني انا بالنسبه لي الموضوع كان هيلث وايز اكتر ما هو شيب وايز. زي ما بقول لك كده ان انا بجري بتحرك، ما بقيتش عندي خمول. انا كله كان فارق معايا اصلا صحيا، فارق معايا في الشغل اكتر ما فارق معايا شيب يعني. بس لا احنا عملنا بروجرس حلو جدا جدا. واحنا بنؤمن ان كل شخص يستحق الفرصه في تحسين نتائج شكل جسمه وصحته. عايزين تبداوا رحلتكم؟ ابعتوا لنا دلوقتي.